السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات واغلى متابعين برا مصر من جنة ومصر، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير كل سنة بقى وانتم طيبين. النهارده بقى انا كنت صايمة التلات ايام بتوع رجب، نص يعني شهر رجب. كل سنة بقى وانتم طيبين. هخبز بقى، هعجن شوية عيش كده فلاح هخبزه، العيش المظبوط الفلاحي بتاعنا. وهفطر بقى كده حاجة بقى كده على قد ما اقسم زي ما انتم كده شايفين كده. ان شاء الله ربنا يسهل بقى. ده روتين بقى كده وقت العصاري، بدا كده وحته جبنه وطماطميه وخلاص. ربنا بقى يعيننا ويعينكم على الغلاء اللي حاصل دوت، ويرزقنا ويرزقكم يا رب بالرزق الحلال الواسع، اللهم امين. انا قلت بقى الفرن كان شغال بقى، قلت اما اطلع بقى اخبزهم وهعجن بقى الفرن اهوت. احنا عندنا هنا بنسميه الفرن. بصوا بقى يا حبايبي، دولت اللهم صل على النبي 2 كيلو من الدقيق الزيرو، حطيت معاهم 2 كيلو من الدقيق الذره، نخلت ده وده وحطيتهم قلبتهم اهوت على بعض. بعد كده بقى هعجن بقى بشويه ميه دافيه، الميه ما تكونش سخنه قوي ولا تكون ساقعه. هبدا بقى اعجنه كده. طبعا هو ما بياخدش وقت ولا بياخد عجن زي عيش القمح، والواحد وهو صايم المهم ان هو يلاقي حاجه ياكلها بقى من الاخر. ف دلوقتي احنا كنا امتى؟ احنا كنا دلوقتي قبل العصر. على ما عليها الدور تكون خلصت الخبيز. هاخد بقى العجين بتاعها لما يخمر واطلع بقى اخبزه في الفرن الطين البلدي الجميل بتاعنا. فبصوا باخد بقى العجين كده على ايديا، اروح جايه مقلباها كده عشان افرك الدقيق من قلب العجين. ما هقلب كده لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص في الدقيق، ولا العجين بتاعي بقى ناعم ومفيش حاجه. انا دلوقتي حاطه الخميره برضه اهوت على السكر، وانا بعجن بقى خدت شويه ملح كده، يجي معلقه ملح صغيره حطيتها مع الدقيق. ودلوقتي بقى حطيتها اهوت صبع من الخميره. احنا هنا بنستعمل برضه الخميره البيره مش الخميره الفوريه. حطيت اهوت صبع من الخميره البيره، وحطيت معاها بتاع كده ربع معلقه كده من ربع كوبايه من السكر. على ما اخلط بقى كل ده، شايفين بقى في تكتلات اهيت والعجين مخرز ازاي. هقلب بقى ده كله عشان ما يبقاش في حاجه كده مخرزه. وعلى ما هعجنه بقى كده كويس، مش هيبقى في حاجه مخرزه. هقلب بقى في الخميره هخليها برضو اخر حاجه خالص. بصوا اهوت قربت مبقاش فيه حاجه اهوت مخرزه. والله العيش دوت برضو ما بياخدش برضو يعني عجن كتير زي ما قلت لكم، زي العيش القمح ما بياخدش بقى لت، ولا بياخد بقى اللهم صل على النبي بقى طبة العيش ولا الحاجات دي كلها. وهو ده برضو عياره مظبوط، يعني ال2 كيلو دي زيرو، ال2 كيلو دي قمح. هقلب برضو الخميره اهوت بشويه مع السكر في شويه ميه كده دافيه، يعني ما تكونش دافيه برضو، تكون سخنه شويه لان الجو ساقعه. واروح جايه بقى حاطه الخميره اهوت، وهبدا بقى اعجن. هكمل بقى عجن، هضيع بقى الخميره في قلب العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت كده بقى. خلاص اهوت ما بقاش فيه اهوت اي تكتلات ولا فيه اي حاجه خالص خالص مخرزه في العجين. احنا هنا عندنا بناكل برضو بناكل العيش دوت عادي بقى. وبرضو بقى في عيش برضو الطابونة، احنا برضو ممكن ناكل منه رغيف نفطر بيه، او نسيبه للطيور. الواحد مربي شويه بط كده ممكن يسيب لهم العيش بتاع الطابونة دوت. فاحنا هنا في الفلاحين او هنا في الريف ما نقدرش نستغنى عن الخبيز خالص هنا في الارياف يعني. هتاكد بقى ان مفيش اي حاجه خالص هنا، واخد بقى القوالح بتاعتي واخد بقى الخشب واطلع عشان نخبز بقى. انا طلعت اهوت انا وسلفتي جت هي تقطع لي العيش. هو ده العيش اللي انتوا شايفينه اهوت قدامكم. بصوا شوفوا العيش وجماله عامل ازاي، الرغيف احمر اهوت من فوق ومن تحت، وبسم الله ما شاء الله عليه. وده بقى اسمه العيش المصبوب، عشان احنا بناخد اللي انا ماسكاها دي اسمها المصبه. المصبه دي اللي احنا بنحط فيها العجين. بتجيب شويه عجين كده وتحطه في قلب المصبه، وبقلبها كده في قلب الفرن. طبعا النار لازم تكون قايده تحت كده وقايده فوق. وبعدين كده بقى بتبطط عليها كده على العجين عشان يبقى مدور زي ما انتوا كده شايفين. وعشان برضو بنبططه كده عشان ما يبقاش الرغيف يبقى تخين. طبعا كل ما الرغيف كان رقيق كده وحلو يبقى سهل في اكله، ويبقى حلو يعني. لان احنا طبعا بنحطه في الفريزر. ف الحمد لله ادعوا بس ان الواحد يخلص قبل المغرب عشان نكملني صايمه. بعد كده بقى احنا بقى اللهم صل على النبي كنا عاملين بقى حله كويسه كده ال4 كيلو دي دول. الصيام بقى حلو يا جماعه، والله الصيام احسن من الفطار.
طول ما الواحد بيبقى الواحد مستريح ومعدته مريحاه، انما الفطار بيبقى الواحد برضو يعني ايه، الواحد اتعود برضو على الصيام. بصوم اللهم صل على النبي اول الشهر، والتلات ايام بتوع نص الشهر رجب وشعبان، والاتنين بقى والخميس، وربنا يعيننا يا رب على الصيام، مفيش احسن من الصيام. ربنا بقى يتقبل مننا صيامنا يا رب، اللهم امين. وربنا يا رب يبلغنا رمضان كده لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب، ويرزق كل من كان يا رب العالمين. دلوقتي بقى كان خلاص بقى فاضل نص اللهم صل على النبي نص ساعة بقى على على المغرب. وهبدأ بقى زي ما انت شفتوا كده، هنحط بعد العيش ما يحمر من تحت ويحمر بقى من فوق. خلاص كده بقى هبدأ اطلعه من الفرن، بجيب الكفة واطلعه بقى من الفرن. هنخلص بقى لحد ما نخلص اللهم صل على النبي، خلاص اهوت ما فاضلش معانا اهوت الا ربع الحله، وفاضل نص ساعه بس على على المغرب. وانا عن نفسي بستريح في في العيش دوت عن العيش اللي هو القمح يعني. بيبقى حلو في اكله برضو وكده، وبيبقى الحمد لله. ودلوقتي بقى في الغلا اللي ماشي دوت، وفي الغلا بقى اللي احنا فيه دوت، لما نلاقي لقمه عيش ناكلها ان شاء الله تكون حاف احسن من ما فيش. والله دلوقتي بقى طبعا بين كل رغيف ورغيف بحط جايبين هو الطبق معانا من الميه، بنحط فيه المصبه ديت عشان اهو بصوا قبل ما ناخد الرغيف التاني. هما بيبقى بقى الفرن شغال بقى كده ومسترسق بقى كده، لا العيش ما بياخدش حاجه بسرعه تلاقيه بيحمر. والخشب طبعا احنا بنحطه له من فوق. طبعا الخشب دوت كل ما نلاقي بقى شجره صغيره كده بنروح جايين مكسرينها حتت صغيره، وتروح جايين عشان نخبز بيها. يعني بينفع برضو في كده، بنستغل الخشب الشجر ان احنا برضو بنخبز بيه. والجله برضو اللي انتوا بتشوفوني كده بعملها راس كده على السطح برضو بنخبز بيه. نحط مثلا نص قرص من الجله ده مع اي قطعه من الخشب ونخبز بيه. ومن تحت طبعا بنحط بقى قوالح. احنا كنا هنا في الفلاحين بنفرد بقى بنفرد ذره للطيور، فالقوالح بتخليها نخبز بيها برضو من تحت. فمن تحت بنستعمل القوالح، ومن فوق بنستعمل الخشب وقراص الجله دي. خلاص اهوت كده فاضل بقى في الحله يجي اللهم صل على النبي كده يجي بتاع 5 كده، 5 ترغيفه ولا حاجه. هنطلع بقى العيش كله كده من الفرن بعد ما يحمر. وده شكل العيش اهوت بعد ما احمر. بعد ما خلصت بقى اذان المغرب اذن علينا، اخش بعمل اي حاجه بقى افطر، عشان كان المغرب ادن بقى نص ساعه مدن. في معلقه زيت كده بقى هكسر البيضه دهيت، وحطيت لها اهوت رشه من الملح، واجيب بس كده حته جبنه بقى كده ولا حاجه، وطماطمايه. وده كان يبقى فطاري. اللهم اني صايمه يا رب. اللهم لك صمت على رزقك افطرت. ويا رب في النهايه يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. حطوا بقى لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك للقناه. واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.